عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم بعد غياب طويل باش نعملوا مع بعضنا فريكاسي بنين. مكونات بسيطة على الطريقة التونسية الزمنية القديمة. لا نحتاج فيها عظام للعجينة ولا حليب ولا قشطة ولا ياغورت طبيعي كما قاعدين يعملوا توا. وصفتنا اليوم باش نعجنوها بالماء اكاهو كما قلت لكم، زمنية اقتصادية. اشتركوا في قناتي اذا ما زلتم ما اشتركتوش، خلوا لي كومنتير مزيان كيفكم ونبدو الفيديو. اول حاجه باش نعملوها هي العجينه. بالنسبه لي عملت كيلو ونص فرينه، انتم تحبوا تزيدوا ضعف المكونات، تحبوا كميه اصغر من اللي عملتها اقسموا المكونات على 2. عملت كيلو ونص فرينه، ماء دافي، الماء كميه باهيه ما كيلتش، ومغرفتين زيت وكعبه ونص خميره، خميره خبز بالطبيعه. الوحده فيها 10 جرام، يعني عملت 15 جرام. مغرفتين كبار سكر ومغرفه صغيره متاع قهوه ملح. الماء لازم يكون اقل من الدافي، يعني اقل من المتوسط، كي تحطوا فيه صبعكم يتقبل السخانه وما تتحرقوش، خاطر الماء البارد ما يساعدش الخميره باش تتفاعل، والماء السخون بالعكس يفسد الخميره ويبطل مفعولها. والعجينه ما هيش باش تخمر وتطلع لو كانت تستنوها نهارين. نحطوا الخميره مع السكر وربع الماء مع الزيت ومغرفتين ولا 3 فرينه ونغطوهم حتى يخمروا ويعملوا رغوه. السكر يساعد الخميره باش تتفاعل، على عكس الملح. رد بالكم تحطوا الملح مع الخميره ديريكت، الملح تحطوه مع الفرينه من بعد. نخلطوهم بالباهي حتى لين يتجانسوا المكونات، ونغطوهم بصحن ولا بحاجه تمنع دخول الهواء، ونخلوهم يرتاحوا يجي ربع ساعه. بعد يجي ربع ساعة سائل التخمير حضر كما تشوفوا كيفاه خمر وعمل فقاعات، معناها تجربتنا صحيحة والعجينة مضمونة 100%. نكملوا كمية الفرينة والملح ونعجنوا بالماء. كان بالعجانة هوينا نزيدوا بشوية بشوية، وكان بيديكم كيف اعجنوا زيدوا، وكان كثرتوا الماء وحسيتوها تتلصق زيدوها مغرفتين ولا 3 فرينة. الحصيل وزيدوها شوية شوية فرينة حتى لين قوامها يولي ما عادش يلصق برشا، في نفس الوقت خفيفة وتلصق يدوب، يعني ما تلصقش برشا ماهيش سايلة. ما تزيدوهاش لين تولي ثقيلة ويابسة بالطبيعة، خاطر وقتها تولي حتى من داخل جينا معجنة وماهيش طيبة. نغطوها ونحطوها في بلاصة دافية ترتاح. بعد ما كملت تسويتها هيك شوية من فوق، نغطيها وبحاجة رزينة شوية ونحطها في بلاصة دافية باش تخمر. ماذا بيكم حطوها في حاجة واسعة خاطر تخمر برشا وتفيض. اني ما شاء الله برغم الصحن رزين الا انها خرجت من الصحن وفاضت من الجناب حتى لين وصلت اللوطة. والوقت من ساعة لساعة ونص، خاطر توا شتاء والدنيا باردة شوية. سينو شعلوا الفور شوية، خلوه يسخن، من بعد طفوه. بعد بشوية حطوا فيه السطل والا الحاجة اللي حطيتوا فيها العجينة. وتوا لي طون اللي خمرت فيه العجينه نستغلوا الوقت ونحضروا الحاجات اللي باش نعملوها في الحشو. قصيت كعبتين بطاطا كبار وحطيتهم يتصمتوا في الماء مع شويه ملح، وحطيت شويه هريسه عاديه وهريسه عربي وشويه زيت زيتونه باش يبننها، ونحلها بشويه ماء.
وهذه عجينتي بعد ما خمرت ساعة كيما تشوفوا مبين في الصحن متاع العجين اللي عجنت فيه كيفاش فاضت لي من الجناب، ونحيت هذاك اللي فاض من اللوطة بالطبيعة، وخاطر عمل قشرة وفسد العجينة، وخليت الفوقاني وزدت غطيتها وزادت خمرت كيما تشوفوا قد ما تخلوها كل ما تزيد تخمر. وحاولت هكا نسرحها من الجناب من غير ما نخرج الهواء اللي فيها باش تبقى منفوخة. عملت لها رشة فرينة باش ما تلصقش في سطح العمل اللي نعملو بيه ونحلوها شوية. هزيت منها كمية يعني تقريبا نصها وغطيت الباقي باش ما يعملش قشرة، وفي نفس الوقت هاوينا يتغطى يبقى طري ويزيد يخمر. ناخذ عجينتنا ونعملو عليها رشة فرينة ونحلوها بالقلقال، وما نحلوهاش جويدة ورقيقة باش من بعد ما تجيناش فارغة من داخل. ما تقدوش تحلوها بالسكينة وما تقدوش تعملوا فيها حشو وتجيكم كلي تتقرمش ماهيش فريكاسي. المهم وما هيش خشينة ياسر زادة باش ما تجيش معجنة من داخل وخشينة كالخبز، يعني متوسطة كيما تو تشوفوا في الفيديو كيفاش باش نعملها. انتم شوفوا بالمسطرة سنتي ولا سنتي ونص، ماذا بيكم سنتي ونص، وعينكم ميزانكم بعد تعرفوا الكعبة قداش باش تعملوها. وتسخنوا الزيت من الاول على درجة حرارة عالية، وقبل ما نحطوهم يطيبوا نقصوا في الغاز يعني تنقصوا قبل ومن بعد تحطوا الكعبات يطيبوا. لازم من الاول درجة حرارة تكون عالية، بعتالي كي تجوا باش ترموا الكعبات ما ترموهاش على نار قوية على خاطر تطيب من برا ومن داخل تبقى معجنة. هذاك علاش لازم نقصوا في الغاز باش الحرارة تنخفض تبقى متوسطة، وكعباتنا يطيبوا من برا ومن داخل. نجيبوا كاس كيما هكا ولا اي حاجه مدوره نعملوا بها العجينه. من الاول عملت بالكاس من بعد الحق تعبني يا اخي جبت هذيك الكوكي كاتر كملت قصيت به. المهم الاحجام قصوا كيما تحبوا. الكوكي كاتر حجمها اكبر من الكاس اللي عملت بيه. بالنسبه للاحجام كيما تحبوا انتم. كملت قصيتها هكا ومن بعد باش نجيب بلاتو نحط فيه شويه فرينه باش ما تلصقش، ونحط كعباتي في البلاتو، وقبل ما نحط نحاول نجبدها هيك شويه دوب ما تبدا شكلها كيما تشوفوا ما عادش مدور كل استواني ولا كيف مش استواني، يعني هيك كيما تشوفوا في الفيديو. ما عرفتش نوصفها لها. المهم بعد ما تحطوا الكعبات كتجو باش تطيبوا ديما طيبوا الكعبات اللي قصيتوهم لولين خاطر يكونوا ارتاحوا وزادوا خمروا وطلعوا. وتلاحظوا الفرق بين الكعبات اللي قصيتوهم جدد والكعبات اللي قصيتوهم من بكري. بالنسبة لبواقي العجينة اللي بقي من اللي قصيناهم هذوك الحواشي واللي في الوسط نلموه هكا فوق بعضها ونحطوه يعاود يخمر ومن بعد عادي نحلوه بالقلقال كأنه عجينة عادية ماهوش بواقي. بالنسبة للطريقة هذه نعملوها حتى مع العجينة المورقة اللي هي بات فيتي متاع الكرواسون والباتي والملفي. فما اللي يقول لك لا هذيك بات فيتيك اذا عملنا لها الطريقه اللي قلت لكم عليها ما عادش تنجح ولا حاجه. انا صدقوني كي نطيب باتي ولا كرواسون ما نلوحش البواقي علاش نخسر فيهم الا لمتهم ونعملهم وتجي زاده مورقه كيما هكا نلمدهم ونحطهم يرتاحوا شويه ونعاود نخدمهم نورمال. نكمل نقص باقي عجينتي حتى لين يسخن الزيت. توا سخن الزيت ورميت كعبات الاولين ومن بعد باش نوريكم كيفاش باش نحطوا الكعبات الفريكاسي في الزيت وكيفاش طريقة قليانهم. بالنسبة لطريقة التحضير ولا طريقة القليان كيما تحبوا، كان تحبوا تبقوا تقلبوا فيها من الجهتين حتى تطيب وتاخذ لون ذهبي غامق، والا كيف نطيب من الجهة الاولى من بعد نقلب الجهة الثانية. في الحالتين باش يطيبوا اذا هكا ولا هكا. وهوينا كي نشوف فريكاسيتي لونها اغماق واخذ لون ذهبي كيما نحب نقلبها من الجهة الاخرى كيف تاخذ لون ذهبي وتحضر. نصفيها من الزيت، لازم تصفوها بالباهي باش ما تبقاش مزيتة، ونحطها في كسكاس ولا صفاية باش يهبط منها الزيت الباقي.
وكهو نكمل نطيب كعباتي الاخرين، وكما قلت لكم الاولويه للي عملتوهم لولين، ما تعملوش اللي عملتوهم اخر وحدين. لولين باش هوانا يزيدوا يرتاحوا يزيدوا يخمروا ويطلعوا. كملت كعباتي الكل وتوا باش نجو لاخر مرحله اللي هي باش نحطو الحشو. باهي لهنا جبت البطاطا اللي طابت وباش نعملها بالفرشيطه حتى لين هيك نغفسها كلها. ومن بعد باش نجيب التن، نحي منها الزيت متاعه، وكيما تحبوا تخلوه بالزيت نحو، اما نحوه خير باش ما تجيش مزيته الفريكاسي طيبه بالزيت والتن بالزيت تولي ياسر. وحضرت زيادة زيتون وشوية معدنوس نزينو بيه من فوق. تنجموا تزيدوا اي حاجة تحبوا عليها، بطاطا مقلية، فلفل برا عبيد، كبر، سلطة، يعني نموت عليها بالسلطة. بعد ما نعمل لها الحشو ونعمرها والكل نحلها ونحط فيها سلطة، هذيك السلطة اللي تبدا فيها الكرنب وسفناريا وخس وطماطم مكسوسة. صدقوني تجي بنينة مش نورمال والله، تبل 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 كأنها ساندويتش ولا ما عرفتش كيفاش، ما عرفتش نوصفها. المهم وزيد كعبتي ما نحبش فيها العظام وزيتون هذا ما نحبش، نحب زيتون المكسوس الاخضر اللي صار من هذا. كهو نعباها بسلطة، تبدا مطعم سلطة غالبة عليها، حصيلو جربوها مش تندموا. نحل كعبة الفريكاسي هكا بالمنشار، نحلها حتى للنص، ما نحلهاش كاملة كما تشوفوا حتى للنص. ومن بعد نحط فيها الهريسة حطوا الكمية اللي تحبوا عليها، اذا تحبوا برشا شوية كما تحبوا. ومن بعد نحط البطاطا، بعد البطاطا يجي العظام، ومن بعد التن، ونزينوها بكعبات زيتون، كعبة منا وشوية معدنوس هوانا جست للون هكا وللمنظر يبدا مزيان. حشو كما قلت لكم تنجموا تزيدوا اذا تحبوها زبده حاره برشا، بعد ما تحطوا التن وتعبوها هكا بالحشو تزيدوا هريسه باقي من فوق. شوفوا ما شاء الله محلى كعيباتي هبلوا. توا باش نكمل معكم الكعبات الكل فيسع فيسع ونرجع لكم كي نكمل. شوفوا ما شاء الله كعيباتنا محلاهم، حضروا كملت عملت لهم الحشو الكل. شوفوا ما شاء الله كيفاش مرتوبات، كيفاش من قصيناهم بهذيك الكوكي كاتر يعني القصاصة. شوفوا كيفاش عملتهم منظمين، شوفوا هذاك المنظر واللون الكل نفس لون موحد، لون ذهبي غامق. و وما شاء الله كيلو ونص عمل لي الخير والبركه، عمل لي برشا، وهزيت منها كدا عمتي وعمتي الاخرى ذوقتهم. وكهو هذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، وصحه باش باش يجربها. اشتركوا في قناتي اذا ما زلتم مش مشتركين. باي باي.